عاود حطيت لكم وصفة الطاجين الجزائري بطريقتي الخاصة، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. هنا عندنا اطراف الدجاج حسب افراد العائلة. ضفت له كركم، زنجبيل وقزبر مرحي وقزبر ورق وملح وملعقة صغيرة زبدة. خلطت كامل، تبلت مليح هذاك الدجاج تاعنا وخليته يرتاح من ساعة حتى نص ساعة. في طاجين درت شوية زيت، عندي حبة بصلة متوسطة الحجم قطعتها بهذه الطريقة، درتها تتقلى مليح وحدها. ومن بعد ضفت اطراف الدجاج، خليتهم يتقلاو مليح مع بعض. والخليط اللي بقى لنا ضفت له شويه ماء وزدت على الطاجين. وما تنسوش طاجين الفخار ديما يبغي النار هاديه. شوفوا البصله هذيك طلقت الماء تاعها. ومن جهه اخرى درت شويه زيتون، نصف صدر دجاج، نصف حبه بصل صغيره، ودرت ثوم والتوابل اللي استعملتهم في الطاجين حستعملهم هنا. ودرت 2 ملاعق خبز مرحي وخلطتهم مليح. نتحصلوا على هذا الخليط. راح نشكله كرات ولا شكلوه سبيعات كيما تبغوا، ولا ديروه في طوابع، يعني الشكل اللي تبغوه. هنا راح نرمدهم تاني في خبز يابس مرحي ونروح نقليهم بهذه الطريقة. وكان عندي الزيتون ما تنسوش تغلوه، غليته من قبل. راح نوزعه هكا وندير هذاك الكرات تاعنا بعد ما قليناهم. وزدت الزيتون شويه من الفوق للتزيين وخليتهم يتجمروا مع بعض على نار هاديه. ضفت لهم القزبر في الاخير. ها هو واجد معنا. ان شاء الله يكون عجبكم طريقه الطاجين الجزائري وعلى طريقتي الخاصه. لا تنساوناش باللايك باش يطلع الفيديو ناس واحد اخرين. نقول لكم يعطيكم الصحه والسلام.